أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. حنعمل اليوم فطيرة خالية من الجلوتين للناس اللي عندها حساسية من القمح. الفطيرة مكوناتها سهلة ومتوفرة في كل مكان ورخيصة، لأنه منتجات الحساسية أو المنتجات الخالية من القمح بتكون غالية شوية. فالمكون الأول عندنا البيض، هنستخدم بيضة واحدة فقط، وبعدين هنستخدم 3 ملاعق كبيرة من دقيق النشا، نشا الذرة الكورن فلور. هنستخدم 3 ملاعق كبيرة. طبعا نشا الذرة متوفر في كل مكان وسعره رخيص نوعا ما. هنضيف عليها ذرة ملح، وبعدين هنستخدم المادة السائلة الحليب. هنضيف شوية من الحليب وهنخلط كويس، وبعدين لو حسيت انه انا محتاجة لزيادة حليب هضيف تاني، وبرضو هضيف مع الحليب موية. طبعا ممكن استخدم حليب فقط وممكن استخدم موية فقط، لكن لما امزج الموية مع الحليب بصل قوام وطعم ممتاز جدا جدا. هنا هأخلط، وبكده الخليط جاهز وجاهز للإعداد. هسخن مقلاة في النار، هأضع عليها ملعقتين زيت. لازم المقلاة تكون ساخنة جدا جدا عشان الفطيرة ما تلتصق. الفطيرة دي بتتلصق بسهولة بالمقلاة، فلازم تكون المقلاة جاهزة. فأنا هنا سخنت المقلاة وهأضيف الخليط على المقلاة مباشرة للخبز. شايفين قوام الفطيرة كيف خفيف، يعني لا ثقيل شديد ولا خفيف شديد. هنا استوت من الاتجاه وقلبتها على الاتجاه الثاني. زي ما شايفين ممكن تتلفى بسهولة ولذيذة جدا.